هينفع كده يعني؟ ايه اخبار بتهجم عليك ايه اخبار الخروج؟ ايه يا بنت؟ ايه عاملة ايه؟ اهو في البيت. بقولك ايه، بص، عايزك تتصلي بالولاد النكدية ديت وتقولي لها ان انت عايزاني اروح اجيب معاكي حاجات. اه، بالله عليك، عشان انا بصي قاعد محبوس هنا، زهقت والله العظيم، نكد وقرف وحاجات تقرف يعني. بتنادي عليا؟ لا يا حبيبتي، مفيش حاجة. في حاجة؟ اه لا يا بابا، مفيش حاجة. اه، هات امك هتجيكي من الجن، بس خلعيني بالله عليك، خلعيني من السجن اللي انا فيه ده. انا لو في السجن مش هتعمل المعاملة دي. اه، هات امك هتجيكي من الجن بقى، عيب عليكي، عيب بقى. يلا بقى قبل ما تسمعك بقى، يلا اقفلي معايا كده وخليني، بس متقولهاش ان انا كلمتك. ها، يلا سلام. يا اختك بتتصل بيا ليه؟ معرفش، عايزه ايه دلوقتي؟ مش عرفني تشوفيه عايزة ايه. الو، ايه حبيبتي؟ ايه عامله ايه؟ ايه؟ لا قاعده. ورايا ايه؟ اخوكي ما هو قاعد اهو. بجد؟ اه. وصومك على كام بقى؟ صومت ايه؟ 100 جنيه. اه. 100 جنيه؟ انا ست نكديه. اه. ايه ده؟ لا ايه يا ده؟ حبيبتي. ايه ده؟ هي بتشتمك؟ بتغلط فيكي؟ لا يا حبيبتي. لا يا حبيبتي. هي بتغلط فيكي؟ طب ماشي. لا يا حبيبتي. انا ماشي يا حبيبتي. ماشي، انا ليا ماشي. تصرف تاني معاها. ماشي يا حبيبتي، شكرا ليكي يا حبيبتي. لا ما تقلقيش، ما تقلقيش، ما تقلقيش عليه. لا شكرا، مش عايزه حاجه منك. شكرا. شكرا، سلام. بقى انا ست نكديه. مين اللي قال كده؟ هي بتقول لك كده؟ والله لا رباني. تتصل باختك انا اتصلت بيها، انا كنت بكلم صاحبي اساسا عشان تقول لها نزليني من الولايه النكديه اللي في البيت. مين اللي قال لك كده؟ وقلت مين لها اللي انا قال هديكي كده؟ 100 جنيه. انا اديها 100 جنيه؟ انا معيش في جيبي 10 جنيه، اديها 100 جنيه؟ انت بقى عايز تنزل من البيت. هي انت مجنونه انت انا وهي ولا خانقاك ايه؟ وعايز تنزل من البيت. ده انا هعيشك. هي قالت لك كده؟ ده انا هعيشك احلى خروجه. طب هي قالت لك كده؟ هي قالت لي كده. طب ما اديتنيش ليه اكلمها بقى؟ لا مش هديها لك تكلمها عشان هي ما بتكدبش عليا. هي ما بتكدبش عليكي؟ عشان انا كنت سامعاك من المطبخ تتكلم واقول بيكلم نفسه. الراجل ده اتجن ولا ايه؟ بيكلم نفسه. كذبت عليكي، قلت لك انا بكلم صاحبي. لا ما قلتليش بتكلم صاحبك. لا قلت لك بكلم صاحبك. هي مش هتكدب عليا، هتستفاد ايه ما تكدب عليا؟ انا مش عرفني بقى. ما تعرفش. ايوه، انا اساسا ما بكلمهاش. ما تتكلمهاش. اه. دلوقتي هي تعرف. هي عايزه توقعني في اي مشكله عشان ما بكلمهاش. هي بتوقعك في اي مشكله. انا هخرجك يا حبيبي. هينفع كده يعني؟ ايه اخبار بتهجم عليك ايه اخبار الخروج يا حبيبي؟ هي بتكدب عليك. لا هي مش بتكدب عليا. هفكيك. لا مش هفكك. هفكيك. لا يا حبيبي مش هفكك. مش انت عايز تنزل؟ عيب عليك. انزل يا حبيبي. عيب عليك. بص عيش في الصالة هنا زي ما انت عايز. مش انا ست نكدية؟ انا هعرفك الست النكدية دي بتعمل ايه. انا بصورك في الصورة كده. ايه؟ ومشيني فوق التليفون طيب. ومشيني جوه طيب، بلاش هنا طيب. لا مش هتتربط الا هنا. عيب عليك. انا مرضتش اربطك في البلكونه. ماشي. وريني. انا هوريك. وريني هتعمل ايه. طب ماشي. خلي ياسمين عز ترفع عليكي قضية. ماشي وريني. انت بتعذبي الفرعون الصغير. ياسمين عز الكورس اللي جاي انت وهي. انت بتعذبي الفرعون الصغير ده، هيعملوا مننا طبق الفرعون الصغير والفرعون طبق. الكبير. هعمل لك طبق مشكل. هيعملوا طبق رحمة. هعمل لك طبق مشكل على رمضان ان شاء الله. هتجيب لنا حقنا منكم يا ستات النكدية. ايوه انتوا نكدية. ماشي. يا شيخة حرام عليك يا شيخة. يا شيخة ليكي يعني. انا مش عارفه اعمل فيك اكتر من كده ايه. حرام عليك. انا بحب يا شيخة. ماشي. هعمل لك طبق مشكل. هسميه طبق محمد، طبق ابو الصوص في رمضان. هسميك كده. هقوم عشان تفكيش اعمل فيك ايه؟ لا فكيني صح؟ فكيني بقى عليك. فكيني. مش هفكك. مش عايز تخرج؟ ايه؟ انت مش عايز تخرج؟ انا ما عايز فيني كده. طيب هينفع يعني ولا؟ عيالك؟ ده عيالك هيحصل فيهم اكتر من كده عشان انا زهقت منك انت وعيالك. زهقوا منك هم كمان. يا بابا خدنا وقعدنا في حته ثانيه بس خلاص. اتجوز على خلاص. حاضر.